لقطات مؤثرة جدا للملك محمد السادس خلال تدشينه اليوم مركز إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي بالدار البيضاء. منذ إنشائها سنة 99 900 وألف تسهر مؤسسة محمدية الخامس تضامن على مجابهة الفوارق الاجتماعية على نطاق واسع، وذلك عبر تعبئة الأفراد والقوى الجماعية في إطار ميثاق اجتماعي وطني قائم على قيم التعاون والتكافل التي تعد من ركائز الثقافة المغربية. ويعتبر الولوج للخدمات الصحية حجر الزاوية ولبنة الأساس من لبنات المجتمع المتضامن والمتماسك. لذلك تولي مؤسسة محمدية الخامس للتضامن أهمية قصوى لهذا القطاع الحيوي من خلال عديد المبادرات والمشاريع التي تضمن خدمات صحية ذات جودة لعموم المواطنين، خاصة بعد أزمة صحية عالمية أكدت على محورية القطاع الطبي والصحي في المجتمعات. فلا تدرك التنمية دون تحقق شرط الصحة للجميع، ومساهمة منها لتحقق هذا الشرط تسطر المؤسسة استراتيجية اجتماعية تسعى في شقها الطبي إلى الاستجابة لحاجيات فئات واسعة من المواطنين للخدمات الصحية الأساسية، وهي بذلك تلتزم بخارطة الطريق التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادف إلى جعل حق الولوج إلى الخدمات الصحية أحد الركائز الأساسية لتعزيز المواطنة. كما تعكس عزم جلالته الأكيد على النهوض بالعرض الصحي من خلال توفير خدمات طبية للقرب وذات جودة تستجيب لحاجيات المواطنين، وانسجاما مع الجهود المبذولة من طرف صاحب الجلالة سعيا إلى تشجيع ولوج الأشخاص المعوزين للعلاجات الطبية الأساسية وتسريع تدخلات في الحالات الطبية المستعجلة وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة. تسهر المؤسسة على إنشاء مراكز طبية في تخصصات مختلفة ومتشعبة، ويعكس إنجاز مراكز طبية قريبة من المواطنين انعكاسا لفلسفة مؤسسة محمدية الخامس للتضامن والقائمة على تعزيز العرض المتوفر من العلاجات وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة للمرضى. واندماجا مع هذا التوجه يأتي تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لمركز إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وهو مشروع تضامني يجسد مرة أخرى الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك للنهوض بالقطاع الصحي عامة وبالصحة النفسية على وجه الخصوص. وقام جلالة الملك بهذه المناسبة بزيارة مختلف مرافق المركز الموجهة إلى التكفل بالمرضى الذين يعانون من إعاقة ذهنية ناتجة عن اضطرابات نفسية حادة ومزمنة، وذلك بغية تقليص التداعيات المترتبة عن هذه الإعاقة وتحفيز اندماجهم الاجتماعي والمهني. ويندرج هذا المشروع الذي أنجزته مؤسسة محمدية الخامس للتضامن باستثمارات بقيمة 10.5 ملايين درهم في إطار مخطط عمل تنفذه المؤسسة يرمي إلى دعم القطاع الصحي الوطني عبر تعزيز العرض الصحي القائم وتحسين ولوج الساكن الأكثر عوزا للعلاجات وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى والمستفيدين. ويشتمل مركز إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي الذي تبلغ مساحته المغطاة 2100 متر مربع، والذي يوجد داخل المركز الطب النفسي الجامعي ابن رشد على قطب علاجي يضم قاعات لتخصص علم النفس والعلاج النفساني والعلاج عن طريق الممارسة والتقييم الوظيفي، كما يحتوي على قطب سوسيو تربوي يتكون على الخصوص من قاعة متعددة التخصصات وأوراش للعلاج عن طريق الطبخ والفنون التشكيلية وصناعة الفخار والحلاقة والتزيين والمعلوميات. وتهدف أوراش العمل الموضوعية هذه إلى تعزيز وعي المرضى بمشاعرهم وتحسين قدرتهم على التركيز وتحفيز كفاءات الابتكار والإبداع لديهم واستعادة الثقة بالنفس والمشاركة في اندماجهم الاجتماعي والمهني وتحديد عوائق محتملة غير معروفة
ومن أجل أداء مهامه على أكمل وجه يضم مركز إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد 5 أطباء أخصائيين، 3 في الطب النفسي و2 في علم النفس العصبي، إلى جانب 7 ممرضين في الصحة النفسية، وفريق للمواكبة يتكون من 7 مكونين في العلاقة والمعلوميات والطبخ والرياضة والمسرح وصناعة الفخار والفن العلاجي. ويعهد بتسيير مركز إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء لمصلحة الطب النفسي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بتعاون مع عصبة الصحة النفسية، وهي جمعية متخصصة في المجال، حيث يتم حاليا تتبع 156 شخصا على مستوى المركز. ويأتي هذا المشروع لينضاف إلى مختلف المبادرات الطبية الاجتماعية المنفذة من طرف المؤسسة، والرامية إلى تعزيز خارطة عرض العلاجات على مستوى الجهة، لا سيما عبر إحداث مراكز صحية للقرب بحي سيدي مومن والمدينة الجديدة الرحمة، ومراكز صحية للقرب بمقاطعة سيدي عثمان، مركز صحي من الدرجة الثانية، وبمقاطعة مولاي رشيد. مركز إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي ينسجم تمام الانسجام مع أهداف مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى الذي يروم تمكين العاصمة الاقتصادية للمملكة من بنية اجتماعية حديثة للقرب تستجيب لانتظارات المواطنين لا سيما في مجال العرض الصحي. وستساهم أيضا في تعزيز الخريطة الصحية لمدينة الدار البيضاء، إلى جانب تعزيز قدرات المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الذي يعد مشتدا للكفاءات وبنية للتكوين والبحث ذات بعد وطنية، كما يعكس الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك حفظه الله لساكنة الدار البيضاء بغية تحسين جودة العيش بها والارتقاء بمستوى المرافق والبنيات التحتية.